السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي، النهاردة بإذن الله هنشرح الدرس الثالث عندك في الوحدة الرابعة. الدرس ده درس لذيذ وجميل ولطيف وظريف وابن ناس مش عاملين له غير ورقة واحدة بس، عشان كده هو جميل. الدرس ده مش هياخد مننا حاجة بإذن الله. يلا بينا، مش عايزين نطول، يلا بينا نبدأ. طبعا أول حاجة كده في البداية ما تنساش تخش في جروب التليجرام وقناة التليجرام اللي بقول عليهم في كل فيديو بينزل عليهم امتحانات والحل بتاع الامتحانات، واللي أي حد ما بياخدش درس لازم يخش فيهم، واللي بياخد دروس وواقع في المادة لازم يخش فيهم والكلام ده. يلا بينا نتوكل على الله، بسم الله. الدرس الثالث ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن النقل والتجارة فين في مصر. اكيد مش هيتكلم في اثيوبيا يعني. يبقى عرفنا ان الدرس هيتكلم عن النقل. بص يا سيدي، النقل دوت مهم جدا. احنا عندنا اما باجي اروح مثلا بيبقى فيه كده، يعني تشوف كده كمية تجمعات كده اهوت، وكله بيجري ويركب، وده يضرب وده يضرب، ويجي لك راجل كبير يقول لك يا ابني ما الستات تركب الاول، الستات تركب الاول، ويجي هو ناطط الاول. فانا مش عارف الناس دي ايه. المهم خلينا في درسنا. النقل حاجه مهمه جدا. عايز من غير نقل لا هتعرف تروح في اي مكان، هتبقى الدنيا الحياه صعبه. لا عارف تروح تتفسح، ولا عارف تروح تزور اي حد، ولا عارف تروح مشوارك، ولا عايز تروح ولا عارف تشوف شغلك، ولا عارف تروح مدرستك، ولا عارف اي زفت على دماغك. يبقى النقل والتجاره دول مهمين جدا. تمام. تجارة يعني نشاط اقتصادي، جميل. طيب هنتكلم في الدرس ده بإذن الله عن قلنا النقل والتجارة، هما الجزئين دول، وعفى الله عن المسلف. طيب النقل عندي ثلاث أنواع. في نقل بري، من اسمه نقل بري يعني عن طريق البر، تمام. طب النقل المائي عن طريق البحر، اللي هو السفن والمراكب وهكذا. طب النقل الجوي اللي هو عن طريق الطيارات وهكذا، تمام. واحد مسافر هنا واحد مسافر هنا، وكل واحدة طبعا من دول يعني بتقسم لأنواع. يعني مثلا عندك النقل الجوي في داخلي وخارجي، اللي هو داخلي ما بين المحافظات والتانية، والخارجي اللي هو من دولة لأخرى يعني وهكذا. بعد كده هنتكلم عن مستقبل النقل والمواصلات في مصر. وبعد كده نخش في التجارة، هناخد التجارة الداخلية والتجارة الخارجية. درس لطيف ولذيذ وجميل، مش عايزين نطول، ويلا بينا نفتح كتاب الامتحان ونتوكل على الله. اتمنى من حضرتك وحضرتك تركزوا معايا. انت فاتح الفيديو عشان تركز، انت مش فاتحه عشان يعني مش ناقصين هطل، الله يرضى عنكم. اول حاجة النقل. بيقول لي النقل تعد طرق النقل بانواعها. يعني في انواع دلوقتي هناخدوها انواعنا اللي زي ما قلنا، بري وبحري والكلام ده كله، اللي هو مائي وجوي. طيب بيقول لي تعد طرق النقل بانواعها المختلفه بمثابه شرايين الحياه. قلنا حاجه مهمه جدا، يعني شرايين الحياه يعني بص قال لك شرايين يعني اوفر وتشبيه والكلام ده، اعرف انها حاجه مهمه بالنسبه للدوله، لان عن طريقها يتم نقل السكان والبضائع والمواد الخام. طيب انواع النقل، قلنا عندي نقل بري عن طريق الطرق البرية أو السكك الحديدية، والنقل المائي اللي هو نهري أو بحري، والنقل الجوي. طيب ما تيجي ناخد كده حاجة واحدة واحدة، يلا بينا. بص يا باشا، شايف الخريطة ديت؟ هتلاقي فيها حاجات كتير جدا لازم تحفظها، تمام. هنا الخريطة ديت رسم لك السكك الحديدية. طبعا أنا عشان فاتح كتاب الامتحان من البي دي اف ده ما فيش حاجة تقريبا واضحة، بس همشي معاك واحدة واحدة إن شاء الله. احنا وبنشرح دلوقتي وهعلمك على شوية حاجات فيها. بيقول لي من الخريطة السابقة نجد أن الطرق البرية هي أطول أنواع الطرق في مصر. الطرق الإيه؟ الطرق البرية، حيث تغطي معظم أنحاء الدولة. هناك شبكة من الطرق البرية المرصوفة والغير مرصوفة، يعني ممهدة، يعني تقدر الدنيا جميلة وزي الفل، وفي حاجات مش جميلة وزي الفل. ومن أهم هذه الطرق عندي طريق القاهرة اسكندرية، وطريق القاهرة أسيوط الغربي، وطريق هعلم لك على كل ده ما تقلقش، وطريق القاهرة السويس. بص يا سيدي، هنا هوت كده بالصلاة على النبي، ادي هو بص الخريطة اللي مش شايف فيها كويس، بس ادي ده طريق القاهرة اسكندرية، وعندي طريق القاهرة السويس اللي هو هنا ده، وعندي طريق القاهرة اسيوط الغربي. هو انا مش شايف كويس ده فين خط نهر النيل، بس المهم يعني اسيوط الغربي اللي هو كده 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 كده. طب ليه اسيوط قال لك غربي؟ لان مش ده نهر النيل، فهو غرب نهر النيل، يعني غرب يعني في الناحية الغربية، تمام. فهو قال لك الطريق القاهرة أسيوط الغربي، يعني جاي من الغرب، ما قالكش من الشرق، تمام تمام. بيقول لي كمان تعد السيارات الوسيلة الرئيسية لنقل الركاب والبضائع والسلع المختلفة داخل مصر.
يبقى انا هنا عندي كام معلومه لازم اعرفهم. تعال اقول لك، عايزك تعرف ان اطول طريقه عندي في اللي احنا لسه قايلينهم دول الطرق البريه، طريق القاهره اسيوط الغربي. بص كده على الطول ده بتاع ده وده وده، هتلاقيه هو اطول طريق. عايزك تعرف كمان ان الطرق البريه هي اطول انواع الطرق. وتالت حاجة عايزك تعرفها إن السيارات هي الوسيلة الرئيسية لنقل الركاب والبضائع والسلع المختلفة داخل مصر، وتكون عارف التلات طرق دول مهمين جدا. هنا بقى جايب لي خريطة للسكك الحديدية، بيقول لي تمتد الخطوط الحديدية للربط بين مدن الدلتا والوادي. يعني ادي عندك هنا اهو، تعال نبص في الخريطة. طبعا الخريطة هنا مش باينة، فمش عارف بقى، انت اكيد معاك الكتاب تمام. هو المفروض انت يعني انا مش بطلب منك غير تجيب كتاب الامتحان تمام من اول الترم، كتاب الامتحان فقط لا غير. يعني انا بقول لك جيب مذكره، ولا المذكره اللي انا هعملها لك هديها لك بفلوس، كل حاجه بتنزل لك فور فري. اوكي، مش عارف قلبناها انجليزي كده ليه. فالمهم يعني الدنيا جميله وزي الفل. فالمهم هنا هو بيقول لي دي ادي الدلتا وادي الوادي والكلام ده. فبيقول لي عندنا خطوط كبيره بتربط الوادي بالدلتا، الاتنين دول ببعض بتربطهم ببعض. عندك اكتر الخطوط الحديديه موجوده عند الدلتا. ليه؟ عشان فيها عدد سكان كبير. ويقول لي تعد مصر من اقدم الدول التي استخدمت السكك الحديديه، حيث انشا اول خط حديدي في مصر بين القاهره واسكندريه. خلي بالك بيقول لك مصر من اقدم الدول، ما قالكش مصر اقدم دوله. تفرق كتير، تفرق من هنا لبص، من هنا للسلوم، لا تفرق جامد. انت عندك يعني فاهمني، زي مثلا انا لما كنت بقول لك مثلا ايه التعداد السكاني مصر من كذا كذا كذا، كنت بقول لك بدل كنت بشيل كلمه عربيه واحط لك افريقيه لو تفتكر تمام، كنت بتلبس. فلا تفرق ما بين عربي ما بين افريقي ما بين اقدم الدول، ما بين الاقدم هي من اقدمهم ولا الاقدم ذات نفسها اقدم دوله، لا تفرق تمام. حرفي يوديك في داهيه. فركز كده الله يرضى عنك عشان ما تبش منك. هنا بقى على الشمال بيقول لي ان السكك الحديديه بستخدمها في نقل البضائع الكبيره الحجم وثقيله الوزن زي الخامات المعدنيه. وبيقول لي تتشعب السكك الحديديه في الدلتا لاتساعها وكثره السكان فيها زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي. وطبعا الناس بتستخدمها لانها رخيصه الثمن تمام. نخش بعد كده في تاني حاجة عندنا وهو النقل المائي. طبعا انا مخطط الخطوط ديت عشان الفيديو دوت انا كنت اشرحه قبل كده من شوية، بس ما شرحتوش فيعني نسيت امسح الخطوط دي. فيلا بينا ايه نكمل. النقل المائي هنا بيقول لي النقل المائي عندي أول حاجة النقل النهري، يشمل النقل خلال نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد. الترع الرئيسية، يعني ايه الترع الرئيسية؟ يعني الترع الأساسية زي ترعة الإبراهيمية وبحر يوسف. خلي بالك عايز أوريك صورة دلوقتي، تعال نفتحها. بص كده وركز معايا، دي ترعة بحر يوسف وده منخفض الفيوم. اما يجي يقول لك بحر يوسف بيصب فين؟ بيصب في منخفض الفيوم، دي معلومة ليك تمام. يبقى بحر يوسف ده بيصب في منخفض الفيوم. يبقى انا عندي الترعه الرئيسيه قلت الابراهيميه وبحر يوسف تمام، ترعه بحر يوسف. طيب الصعوبات اللي بتواجه النقل النهري في مصر، قال لي بص يا سيدي، اول حاجه عندك بطء وانخفاض منسوب المياه في بعض الفترات. يعني ايه؟ يعني دلوقتي في مثلا ادي البحر اللي عندي تمام، او ايا يكن النهر اللي عندي مثلا، في سفينه كبيره ماشيه اهي تمام، في سفينه كبيره هي تمام ماشيه. فلما الميه منسوب الميه بتقل، السفينه زي ما بتقول لك ايه بتكحت، او مش بتكحت، في تحتها الطينه تقلت، فالسفينه مش عارفه تتحرك. لو مشيت شويه تاني هتغرز السفينه، مش عايز بقى تطلعها، وموال حزين كده كبير جدا تمام. فهنا هوت بيقول لي من اسباب الصعوبات اللي بتواجه النقل النهري ان انخفاض منسوب المياه في بعض الفترات، ساعات المياه تبقى عاليه وتيجي مره ايه منسوبها بيجي قليل تمام. فاما المياه بتقل السفينه طبعا بتضطر انها تمشي بطيء بسرعه قليله جدا عشان ما تغرس في الطينه اللي تحت. تاني حاجة عندي عدم توافر مواني نهرية حديثة لرصف السفن. الحاجات كلها عايز يقول لك انها الدنيا رايحة في داهية، ومفيش مش مفيش مواني ولا في اي حاجه، فالدنيا بايظه يعتبر. مش مفيش مواني متجهزه انها تلبي الاحتياجات بتاعه السفن اللي هتيجي تركن عندك كده اهوت، فمفيش الكلام ده خالص. يبقى احنا كده اتكلمنا عن النقل النهري اللي في الانهار زي نهر النيل وهكذا تمام، واي انهار عموما يعني في العالم. بص يا سيدي، نخش بقى في النقل البحري. النقل البحري بيقول لي بالرغم من طول سواحل مصر
الى ان عدد المواني المصريه قليل. يعني بيقول لي السواحل اللي عندك سواحل طويله بس عدد المواني قليل. طب ليه يا عم الكلام ده؟ قال لك والله بص، اول حاجه بعد معظم السواحل عن العمران بالوادي والدلتا. يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني عايز يقول لك ان معنى كده ان لازم المينا يكون قريب من منطقه العمران، يعني لازم تقرب المناطق السكانيه او تعمل المينا يكون قريب من المناطق السكنيه. تمام، يعني لازم الاتنين يكون في قريبين من بعض عشان يبقى فيه حركة نقل وهكذا. تاني حاجة عدم صلاحية سواحل كتيرة. يعني ايه؟ يعني انت عندك السواحل اكترها عندنا بتكون سواحل مستقيمة زي ما انت شايف ان هو كده. بص ادي من اول السلوم كده، بص السواحل كلها مستقيمة. تمام. هنا مثلا برضو مستقيمة. تمام. هنا مستقيمة. تمام. فانت نادر لما تلاقي حتة كده اهوت بص كده، فاهمني؟ انت عايز زاوية، عايز ركن تعمل فيه مينا. فانت عندك طول السواحل ديت تمام، هي طويله بس مفيش الركن دوت كلها. انت عندك طول السواحل طول مستقيم وده ما ينفعش عندي. فبيقول لي عشان كده هوت في الا في عدد المواني. طيب بيقول لي تعالى كده نعرف اهم المواني والممرات البحريه في مصر. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا سيدي، اول حاجه عندي مينا بورسعيد ومينا اسكندريه. تعال نمشي فيهم ايه واحده واحده. مينا بورسعيد في مينا خارجي وفي مينا داخلي. ده بتاعي وده بتاعي، هقول لك كل حاجه دلوقتي بالظبط ان شاء الله. تعال نبدا بالمينا بتاعنا المحافظه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، مينا اسكندريه. قال لي مينا اسكندريه يتم من خلاله التعامل مع اكتر من نص تجاره مصر الخارجيه. تمام، اكتر من نص تجارة مصر. طب ما تيجي نبص كده على المواني التانية، مفيش حاجة عنده الميزة دي. معنى كده ان مينا اسكندرية هو اهم مينا عندي. اهم مينا، اكتر ميناء مهم للنشاط الاقتصادي هو ميناء الاسكندرية. بيقول لي يتم من خلاله اكتر من نص تجارة مصر الخارجية. اكتر من النص يعني اكتر من 50%. طيب ميناء بورسعيد بعد كده. ادي اسكندريه طبعا كلكم عارفين اسكندريه، مش هعلم كلكم على الخريطه بقى، مش ناقصينها. طيب بعد كده عندي ميناء بورسعيد. قال لي في ميناء خارجي يقع شرق مدخل قناه السويس الشمالي، وفي ميناء داخلي يقع جنوب بورسعيد. عايز يقول لك ان في الميناء الخارجي في شرق مدخل قناه السويس اللي هو عايز يقول لك ده هنا اهوت، والميناء الداخلي جنوب بورسعيد اللي هو هنا كده. تمام. الاتنين قريبين من بعض بس واحد في الشرق وواحد في الجنوب. عايزك تعرف برضو ان المينا الخارجي ده انت ده اللي بتصدر منه لبره. تمام، يعني ده اللي انت بتصدر منه حاجتك لبره. طب المينا الداخلي ده بقى انت من مصر من حته لحته من اماكن داخليه. تمام تمام. مينا السويس هنا بيقول لي يقع على الطرف الجنوبي لقناه السويس. الطرف الجنوبي لقناه السويس. مينا السويس يعد من اهم الموانئ بالنسبه لحركه الركاب والبضائع على البحر الاحمر. تمام. طبعا كل حاجه اهو، يعني بص كل حاجه هتلاقيه معلم لك عليها في الخريطه، عامل لك سهم كده اهوت. بص يعني بص انت بقى ايه مع نفسك، مش لسه اقول لك ده هنا وده هنا. بعد كده بيقول لي مينا السويس انشئ مينا السويس الحديث شمال غرب المينا القديم. يعني انت عندك عايز يقول لك ان عندك اتنين مينا زي مينا بورسعيد، هنا اتنين وهنا اتنين. عندك في مينا بورسعيد واحد خارجي وواحد داخلي، وفي مينا السويس في واحد قديم وفي واحد جديد. تمام. المينا اول واحد قلنا يقع على الطرف الجنوبي لقناه السويس. طيب المينا الحديث بقى قال لي شمال غرب المينا القديم، في الشمال الغرب. يبقى تاني واحد في الطرف الجنوبي اهو لقناة السويس، والتاني في الشمال غرب المينا القديم. قشطة قشطة. بعد كده اخر مينا عندي هو مينا سفاجة. اللي هو هنا ده على البحر الاحمر، وده بيقول لي مينا تجاري وتعديني. يعني ايه مينا تجاري وتعديني؟ يعني بتمشي فيه حركة التجارة بصورة عادية جدا. ومينا تعديني يعني ايه؟ يعني انت عندك دي صحراء ايه؟ صحراء شرقية. الصحراء الشرقية غنية بكثير من المعادن ومصادر الطاقة، وبص كل الحلويات تلاقيها تحت هنا. تمام. زي الصحراء الغربية كده ما فيها حاجات كتير. قشطة قشطة. فانت بتاخد المعادن ديت، في معادن كتير وبتصدرها عن طريق برضو مينا سفاجة. يبقى هو مينا تجاري زي الموانئ العادية الباقيين، ومينا تعديني ان عنده معادن كتير في الصحراء الشرقية بصدر منه بصدر فيه يعني من مينا سفاجة ده المعادن وكده. بيقول لي تعد قناة السويس من اهم الممرات الملاحية العالمية. ليه يا عم؟ قال لي بص، قناة السويس تعبر خلالها السفن وناقلات النفط من دول العالم المختلفة. النفط اللي هو البترول. بيقول لي السفن بتعدي من قناة السويس اللي فيها بترول. قشطة. تاني حاجة تتميز كطريق ملاحي باستقامتها في معظم امتدادها. يعني عايز يقول لك اهو، بص جيب لك رسم هنا برضو اهو.
تمام. عايز يقول لك انها مستقيمه، ماشيه بشكل مستقيم، وده حاجه جميله جدا ان ما يكونش فيه تعرجات كتير، وده هيسهل على السفن انها تتحرك بسهوله وبسرعه كمان. طيب تالت حاجه، تعد مصدر دخل رئيسي لمصر. تمام. ومن المتوقع ان يزيد دخل القناه خاصه بعد حفر القناه الجديده. حفر قناه جديده بنسبه كام؟ بنسبه 259%. يعني بسبب القناه الجديده ديت من الممكن او من المتوقع، اللي هم متوقعين يعني، ان دخل القناة يزيد بنسبة قد ايه؟ اللي بنسبة 259%، مما يساهم في زيادة الدخل القومي لمصر. تعالى اوريك صورة للمينا عشان برضو دماغك تبقى في الدنيا ماشية تمام. عشان يعني انا عايز اشرح على الصورة دي بس مفيش حاجة باينة فيها، فتعالى اجيب لك صورة اوضح شوية. بص كده وركز معايا، جبت لك صورة، طبعا مش اي حد يا باشا بيشرح على صور، جايب لك صور طازة اهي وجودتها عسل عشان تفهم، على الله تفهم. بس بص، شايف الجنب الشمال دوت يالا كده، ده الجنب الشمال دي القديمة، قناة السويس القديمة، عادي جدا تمام. كانت ماشية عادي جميلة جدا كده 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 وعادي مكملة. عملوا ايه هما بقى يالا؟ عملوا فرع كده من الجنب كده اهوت، بص بص، فرع زيادة بس كده لغاية قنطرة شرق اهي، لغاية القنطرة هنا. يبقى الحتة دي بس كده هوت هي دي تقول لي اخترعوا الذرة فيها؟ هم هي دي اللي عملوها، هي دي القناة الجديدة. طيب ايه لازمة ابوها؟ هقول لك، ما هو ادم بيقول لك الارباح هتزيد ب 259%، معنى كده ان ليها لازمة، انت اللي مالكش لازمة دلوقتي. انت ماشي في طريق حلو حلو، الطريق ده انت ماشي فيه كده تمام، مفيش غير طريق واحد رايح بس. طيب في عربية عايزة تيجي مثلا الطريق ده مثلا، يعني شارع مثلا طوله 100 متر، هل العربية اللي جاية من الآخر شافتك جاي تستنى بقى هناك لغاية ما حضرتك تعدي وبعد كده هي تيجي معدية؟ هيبقى حزن، صح؟ صح، حزن. هيبقى في صعوبة ان عربيه تقعد، انت بقى تيجي، هو يجي يمين سنه وانت تيجي شمال سنه لو عربيته مثلا كبيره ولا نقل ولا حاجه، وتقعد يمين سنه شمال سنه لغايه ما تعدوا. لو عربيتين كبار هتلبسوا في بعض، صح صح. فهم عملوا ايه بقى؟ قالك بدل ما يحصل الكوارث ديت وده يستنى ده، وواحد عايز يجي وواحد عايز يروح، والقناه اصلا دي كانت صغيره فالدنيا مش مساعده، فبقوا يعملوا ايه؟ قالك بص احنا هنعمله فرع تاني، بحيث لو في واحد جاي وواحد رايح يمشوا تبقى الدنيا زي الفل. الاتنين رايحين في مركب ماشية ومركب تانية وراها، واحدة تاخد فرع والتانية تاخد الفرع التاني، فالدنيا تبقى سهلة وجميلة وزي الفل. فيعني عملوا فرع زيادة بس كده. شفت؟ هو ده طريقة القناة السويس الجديدة. تمام. يبقى انا القناة اللي هي واخدة الجنب اليمين دي هي دي الجديدة تمام، اليمين. الشمال دي القديمة. تمام تمام، يلا نكمل. يبقى احنا كده عرفنا ليه قناة السويس مهمة. قلنا بتعبر من خلالها ناقلات النفط اللي هي السفن وهكذا، اللي محملة بالبترول وهكذا. قلنا كمان هي طريق تتميز كطريق ملاحي باستقامتها، فده حاجة جميلة جدا، مستقيمة وما فيهاش تعرجات. قلنا كمان تعد مصدر دخل رئيسي لمصر، ومن المتوقع ان دخل القناة هيزيد بنسبة 259% بعد حفر القناة الفرع الجديد ده اللي هم عملوه. وده هيساهم في زيادة الدخل القومي لمصر. طيب بيقول لي هنا توضيح، نستنتج من دراسة النقل المائي أنه أرخص وسائل النقل لأنه طرقه طبيعية ولا يحتاج لقوة محركة كبيرة مقارنة بباقي الوسائل. يعني الطريق أنت لا سفلت ولا عملت أي حاجة. يعني مثلا أنت تدفع دلوقتي مية، المية اللي احنا بندفعها دي، يقول لك ليه؟ يقول لك عشان المواسير اللي احنا عاملينها بنوصل لك مواسير، بنعالج المية، الكلام ده كله، العدادات يعني الحاجات اللي هم معالجة المية تمام، والمواسير اللي بيوصلها لك بس كده. لكن الطريق المائي ده فهو ما حفرش حاجه، هو في بحر، البحر موجود، ما عملش فيه حاجه بقى هو تمام. فالحاجه دي موجوده على طول، فعشان كده يعني وسائل رخيصه شويه، وغير كده كمان بطيئه تمام، يعني رخيصه وبطيئه. لكن اغلى حاجه هي اغلى حاجه وسائل النقل الجوي. الجوي دي سريعه بسم الله ما شاء الله يعني. انت الوقت عندك مهم جدا، فعشان كده الجوي هو اغلى حاجه. هنا تحت بيقول لي ان القدماء المصريين اهتموا بالطريق النقل المائي اكتر من النقل البري، فعملوا قناه ملاحيه. القناه الملاحيه دي وصلت بين نهر النيل تمام بالطريق الشمالي للبحر الاحمر. تمام، يعني عملوا قناه وصلت نهر النيل بالبحر الاحمر عشان يسهلوا التجاره.
هنا بقى تاني حاجة بيقول لي مجرى نهر النيل من أسوان للقاهرة صالح للملاحة طول السنة عشان مفيش عقبات ملاحية، العقبات اللي احنا لسه قايلينها اللي لسه متكلمين عنها. نخش بعد كده في النقل الجوي. النقل الجوي بيقول لي ساعد الموقع الجغرافي في مصر لجعلها نقطة التقاء الكثير من الخطوط الجوية العالمية. مصر واخدة مركز كويس، موقع جغرافي متميز، فالدول هنا انت رايح هنا رايح هنا هتعدي علينا، يعني هتعدي علينا. فبيقول لي أصبح النقل الجوي بمثابة الشريان الرئيسي للحياة الاقتصادية في العصر الحديث. أهم حاجة عندك دلوقتي النقل الجوي، نقل مهم جدا. عايز تسافر دولة، عايز تنقل بضايع من دولة لدولة، عايز تعمل أي حاجة، فهو حاجة مهمة بيوفر لك وقت، ويعني حاجة ضرورية عشان يعني تروح من دولة لدولة، من قارة لقارة، وهكذا. وبيقول لي كمان هو ركيزة للتجارة الدولية، يعني انك توصل بضاعة من دول لدول. وبيقول لي عنصر جذب للنشاط السياحي. يعني ايه عنصر جذب للنشاط السياحي؟ يعني في مثلا دولة، تمام، في دول طبعا، يعني مثلا انا عندي مينا، تمام، اهو ناخد دولة المطارات اهي، في عندي مطارات دولية. عندك مطار في القاهرة، ومطار في شرم الشيخ، ومطار في اسكندرية. وعندك مطارات محليه زي مطار مرسى مطروح ومطار الخارجه. مثلا دلوقتي انا عايز اروح من محافظه لمحافظه، تمام، فانت المحافظه دي بعيده، المحافظه دي مثلا تاخد مثلا يعني 10 ساعات، تمام، محافظه مثلا هتاخد 10 ساعات، المحافظه دي بعيده قوي مثلا في دوله مساحتها كبيره. فهل انا مثلا كزائر او يعني كسائح وكده هوت هاخد طريق بري في 10 ساعات؟ ليه؟ هو انا جاي اسيح، ولا جاي اموت في نفسي، ولا جاي اعذب نفسي، ولا ايه بالظبط؟ الطيارات وكده هوت انت بتبقى ماشي راكب الطياره، بتشوف طبعا المعالم السياحيه بتاعت الدوله، بتشوف تحتك، يعني ده بيقول لك يعني حاجه بتجذب السياحه، تمام، عنصر جذب للنشاط السياحي. زي مثلا عندك في اما بيركبوا ساعات كده حاجات للترفيه، زي البلالين كده اللي بتتملى معرفش ايه كده، نيتروجين ولا ايه، بلالين كبيرة بيركبوها وتطلع بيهم فوق، ويبدأوا يبصوا على بتبقى في الجيزة الحاجات ديت، بيبدأوا يبصوا بقى على الأهرام من فوق والكلام دوت. فالحاجات دي بتخليهم تشوف ايه المظاهر السياحية اللي موجودة في المكان ده. أنا عندي المطارات الداخلية والكلام دوت إن في الدولة ذات نفسها مهم جدا، تمام تمام. فيقول لك انه الطيارات والكلام ده، النقل الجوي عنصر جذب للنشاط السياحي. واللي ما فيهاش مطارات وما فيهاش ده، فانا مش هروح اعذب نفسي عشان اروح حته لحته اقعد لي 10 ساعات. ليه اقعد لي 10 ساعات؟ هي الرحله كلها ان انا جاي من دوله لدوله ما خدتش 10 ساعات. هنا بيقول لي معلومه اسرائيليه، بلغ عدد الرحلات الطيران بالمطارات المصريه في عام 2011 نحو 330 الف رحله، وبلغ عدد الركاب نحو 30 مليون راكب. بيقول لي يا ترى، يا هل ترى ايه مستقبل النقل والمواصلات في مصر؟ تعالى كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي. قال لي بص، وضعت الدولة العديد من الخطط المستقبلية عشان تحسن من وسائل النقل وتطورها. يعني تديك بدل الاتوبيس الخربان اللي انت بتركبه، لا، خد اتوبيس حلو بيمشي بالغاز الطبيعي، ما بيطلعش دخان ويقرفك وانت راكب. بيقول لي حيث عملت ايه بقى يعني الكلام ده؟ قال لي بص يا سيدي، عملت امتدادات مترو الانفاق للوصول الى اطراف مدينة القاهرة والمدن الجديدة. يعني مادة مترو انفاق اللي هو تحت الارض دوت عشان يوصل لمدينة الاطراف بتاعة مدينة القاهرة والمدن الجديدة. والانفاق ديت حاجات مهمة جدا، الانفاق دي من تحت الارض بس بتبقى عايزة تكاليف كبيرة، تمام، يعني تكاليفها بتبقى كبيرة جدا. فبيقول لك يعني ان الدولة بدأت تعمل الكلام ده. تاني حاجة تطوير السكك الحديدية وتجديدها، بدل ما يعني التطوير السكك الحديدية دي حاجة مهمة جدا بدل الحوادث اللي بتحصل، والحديد بيبقى مصدي من زمان وكده هوت. فبيقول لك بدأت الدولة تطور السكك الحديدية ديت وتجددها. تالت حاجة تطوير الموانئ القديمة وإنشاء موانئ حديثة، بدل المينا اللي طلع عينه دوت لا فيه خدمات ولا فيه أي حاجة، لا أنا أعمل مينا محترم كده ابن ناس أفتخر بيه. يعني رابع حاجة تطوير بناء السفن وزيادة أعدادها. يعني مثلا عندك سفينة بتخرج مثلا، تمام، رايح تودي بضاعة أو تجيب بضاعة، فبدل ما أنت هي بتمشي وأنت تدعي لها وبتوصل بالستر، فلا هي برضه هتوصل بالستر، بس إيه يعني تكون بتطمن عليها شوية إنها كويسة وقوية ومتينة، بدل السفينة الخربانة المصدية اللي أنت ماشي بيها. خامس حاجة مشروع تحت الدراسة لعمل جسر بحري ما بين مصر والسعودية جنوب الخليج العقبة عشان يسهلوا حركة نقل الأفراد والبضائع بين الدولتين. عملوا جسر عشان يوصل الاتنين ببعض، ده وده، تمام، خلي بالك ان ده جنوب خليج العقبة، تمام، عشان يسهلوا ايه حركة الأفراد والبضاعة يعني وكده. الكلام ده مفيش حاجة عايزة تتشرح أصلا يعني.
الكلام اللي عايز يتشرح لسه جاي دلوقتي. احنا كده خلصنا من النقل البري، المائي والجوي، وخدنا كمان مستقبل النقل والكلام ده كله. بصوا يا شباب الكلام ده والله يتحفظ تمام، يعني الجزء اللي انا قلته ده كله ده المفروض يتحفظ، ما فيهوش حاجه فهم تمام، ما فيهوش حاجه تتشرح يعني وكده. الجزء اللي هيتشرح بقى في التجاره دلوقتي، يلا بينا نبدا فيها بسم الله. عندي نوعين من التجاره، داخليه وخارجيه، يلا بينا نشوف بتقول ايه. بص يا سيدي عايزك تركز معايا عشان الجزء ده اهم جزء في الدرس كله. التجاره الداخليه، التجاره الداخليه تبادل السلع والخدمات المتنوعه ما بين المحافظات والمناطق المختلفة داخل الدولة من خلال الأسواق المتخصصة. يعني سوق متخصص في حاجات زي مثلا عندك سوق التلات، عندك سوق الجمعة، عندك سوق الناس اللي بتبيع في اللبن وهكذا. سوق مثلا اللي هو بيبقى متخصص مثلا لبيع الماشية والحاجات ديت، الأغنام وكده يعني. بيقول لي من أمثلة الأسواق المتخصصة عندك أسواق الفاكهة والخضروات والماشية اللي احنا لسه متكلمين عنها. وكلما ازدهرت هذه الأسواق وزاد عددها دل ذلك على ازدهار التجارة الداخلية. يعني أما يبقى في كذا سوق في المكان، تعرف ان التجارة ماشية وفي ناس كتير وفي اعداد يعني عالية بتشتري. عشان اما هو بالعقل كده، لو ما فيش اسواق كتير، يعني لو في سوق واحد، معنى كده ايه؟ استنتج ايه؟ معنى كده ان عدد السكان او الناس اللي بتشتري او الاقتصاد يعني في المنطقة ديت قليل، اللي هو الناس ما فيش حركة بيع وشراء عندي. لكن معنى ان في كذا سوق عندي، انك عامل سوق هنا وسوق هنا وسوق هنا، معنى كده ان في حركه بيع وشراء، ناس بتشتري ناس بتبيع وناس بتشتري وهكذا يعني، ففي حركه والدنيا شغاله. فبيقول لي معنى ان الاسواق ديت عددها كبير تمام وازدهرت وعددها كبير، يعني دل ذلك على ازدهار التجاره الداخليه وطبعا ازدياد الاقتصاد بتاع الدوله. بعد كده تاني حاجة عندي التجارة الخارجية، هي نفس الموضوع برضو، تبادل السلع والخدمات بين دولة وإيه وغيرها يعني تمام. دي الفرق هنا بين دولة وغيرها من دول العالم الآخرين. بيقول لي تعكس التجارة الخارجية المستوى الاقتصادي للدولة. يعني ايه الكلام ده مستوى الاقتصادي للدولة؟ يعني والله بص، انت دولة دلوقتي، دولة عندك في تجارة، انا شايف مثلا ان في كذا طيارة طلعت من عندك تمام. يعني انت الاقتصاد بتاعك رايح عمال تصدر، يعني مثلا الصين، مثلا الصين رايح طيارات تصدر لهنا وتصدر لده وتصدر لده، تقريبا محتله دول العالم بالتليفونات الصيني والحاجات اللي بتاع كل حاجه صيني دلوقتي. فمعنى ان في تجاره خارجيه تمام دي رايحه وجايه. انا إيه اللي فهمته؟ فهمت ان الاقتصاد بتاع دوله الصين ده اقتصاد مرتفع، ان في الحركه عندها شغاله. فبيقول لي التجاره الخارجيه بتوضح لي المستوى الاقتصادي بتاعت الدولة. لكن لو دولة مثلا لا فيها خارجية، فعرفت انا ان الدولة دي مغلقة على نفسها يعني اللي هو ما فيش نشاط الاقتصادي مش شغال مع العالم اللي بره وهكذا. بيقول لي كما تعكس مستويات العلاقة بين الدولة وبين دول العالم الخارجي. يعني مثلا انا ورئيس البرازيل مثلا يعني صحاب تمام. فانا بقول له والله بص انت حبيبي وكده، انا عازمك النهارده على العشاء وهو بيعزمني برضو على العشاء. رحنا كده اهوت، فانا هو ايه بعت لي يعني صدر لي البن البرازيلي تمام، مثلا انا استوردته منه، حبيبي بقى عايز ارفعه تمام. وانا هكذا برضو انا عامل منتج عندي، المنتج ده عايز برضو اصدره له تمام. فهو برضو عادي اللي هو ايه قابل الفكره، يعني اللي هو مش رافض تمام. فبتزدهر الحركه ما بيننا وهو عشان احنا الاتنين صحاب تمام. فبيقول لي تعكس مستويات العلاقه بين الدوله، يعني العلاقات اللي ما بيننا انا هو كويسه، خلاص النشاط الاقتصادي ما بيننا هيبقى كويس، احنا تمام، يبقى اللي تحت تمام، يبقى الاقتصاد هيبقى تمام. بيقول لي هنا بقى ايه الصادرات والواردات المصريه. الصادرات اللي الحاجات اللي انت بتصدرها، الواردات الحاجات اللي انت بتستوردها، الحاجات اللي بتجيلك. بيقول لي القيمه الماليه الاجماليه تقدر بنحو في الصادرات 22 مليار دولار والواردات 65 مليار دولار. معنى كده ايه؟ معنى كده اعرف ان الميزان التجاري في الواردات اعلى. بمعنى انت هنا الميزان التجاري تحسبه ازاي؟ اطرح الاتنين من بعض. يعني اعمل ايه؟ اطرح الصادرات من الواردات هيديك الميزان التجاري. طيب الميزان التجاري هنا استفدت، عرفت منه ايه؟ عرفت والله ان مصر هنا هوت الواردات بتستورد بفلوس اكتر من الصادرات اللي هي بتصدرها. معنى كده ان عندي الميزان التجاري في ايه؟ في عجز عندي، لان عندك الحاجات اللي انت بتشتريها بتدفع فلوس كتير جدا. يعني مثلا انت بتدفع مثلا يعني تعال ندي مثال، انت مثلا شغال شغلانه ماشي، الشغلانه ديت انت بتبيع مثلا ب5000 جنيه، جميل، بتبيع ب5000 جنيه.
الحاجات اللي انت عايز تجيبها عشان يعني انت الحاجات اللي انت بعتها دي، البضاعه اللي انت بعتها بكام؟ ب 5000 جنيه. جميل جدا. المواد الخام بقى اللي انت عايز تجيبها وتصنع وي 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 كده عامله 7000 جنيه. تمام. يبقى انت كده عندك ايه؟ يبقى انت كده رايح في داهيه، لانك الحاجه انت بيعها ب 5000 وانت عايز تشتري نفس الحاجه نفس مواد خام بقى هتشتريها ب 7000. يعني عندك انت دماغك خربانه خالص. فبيقول لي هنا ان الواردات 65 مليار، الصادرات 22 مليار. عرفت ان الميزان التجاري عندي فيه عجز. طيب ايه اهم المنتجات اللي بصدرها واهم المنتجات اللي بستوردها؟ بص يا سيدي، اهم المنتجات اللي بصدرها الفوسفات. وطبعا الفوسفات انت بتصدره كمادة خام وده غلط. المهم ان الفوسفات انت بتصدره مادة خام، فالاحسن انك تصنعه هنا هوت، يعني تصنع منه المنتج النهائي بتاعه وتبيعه، لان اما تصدره مادة خام هتصدره بفلوس اقل، فده هيجيب يعني هيعود على الدولة بمشكلة يعني. تمام، مش هيجيب دخل كويس. لكن لما تبيعه وانت مصنع المنتج، يعني مثلا تعالى ندي مثال. دلوقتي انت طلعت حتة ذهب خام، تمام. انت لو بعت الخام ده هتبيعه مثلا، حتة الذهب دي هتبيعها ب 1000 جنيه. لكن لو عملتها حلق وظبطتها هتبيعها ب 2000 جنيه. فشفت هتجيب لك دخل ازاي لو عملتها يعني حلقان وهكذا. فالحلقان ديت اللي انت تبيعها بحتة الذهب ديت هتجيب لك فلوس اكتر من الماده الخام. فهنا اكتر حاجه بتصدرها مصر الفوسفات والغاز الطبيعي والخضار والملابس الجاهزه والادوات والاجهزه المنزليه. طب بستورد ايه؟ قال لي بستورد المنتجات الغذائيه. ودي مشكله وكارثه كبيره جدا. ليه؟ المنتجات الغذائيه دي اهم حاجه. الاكل اللي انت حضرتك وحضرتك بتطفحوه. لا كده كتير قوي السم الهاري دي. المهم يعني فالاكل عندك اهم حاجه. فانت اما تيجي تقول لي ان حتى الاكل بستورده من بره، الاكل والله يا حبيبي بنستورده. حتى لو تفتكر احنا قلنا القمح من اكتر الدول في العالم اللي بتستورد قمح. ودي مشكلة كبيرة جدا. يعني ليه مشكلة كبيرة جدا؟ انا لو عندي يعني مشاكل مع الدولة اللي انا يعني بستورد منها ديت، تمام، فهتقطع عليا القمح. ودي طبعا الاكل يعني غذاء، يعني الشعب راح في داهية. يعني دي مشكلة كبيرة، كارثة كبيرة جدا. فتعال نكمل. اهم المنتجات اللي بستوردها منتجات غذائيه، اهمها القمح. بص زي ما قلنا الزيوت النباتيه واللحوم. وبستورد كمان الاجهزه والالات وغيرها. تمام. ايه اهم الدول اللي بستورد منها؟ قال لي اهم الدول اللي مصر بتستورد منها دول الاتحاد الاوروبي، اكبر مصدر لمصر. ودي اكبر كارثه. تمام. ليه؟ لان انت عندك دول اوروبا كلهم مع بعضهم اسره مع بعضهم زي ما بيقولوا كده. فانت لو كان عندك المفروض اللي يكون يعني اول حاجه نستورد منها تكون الدول العربيه اللي هم حاطينها في اخر حاجه اللي هي في المركز الاخير دي. تمام. ليه المركز الأخير؟ ما انت الدول العربيه اشقائنا، تمام، اللي هو اخواتنا. فانت عادي الدنيا اللي انت تستورد منهم تصدر لهم، ده عادي، صحاب بقى اخوات عادي، نفع علينا وعليهم والدنيا جميله وزي الفل. لكن انت بتروح للاتحاد الاوروبي اللي هو اي مشكله تحصل ما بينك وبينه اقطع يا ابني عنهم، خلي الشعب يموت وكده يعني. فاكتر الدول اللي مصر بتستورد منها دول الاتحاد الاوروبي. تاني حاجه امريكا. تالت حاجة الدول الآسيوية والأفريقية. رابع حاجة دول شرق أوروبا. خامس حاجة الدول العربية في المركز الأخير، ودي حاجة محزنة للأسف جدا. طيب إيه مستقبل التجارة الخارجية في مصر وأهم مشكلاتها؟ بص يا سيدي، قال لي ان الميزان التجاري لمصر، الفرق الميزان اللي احنا لسه قايلينه ده، الميزان التجاري الفرق بين قيمه الصادرات وقيمه الواردات في الوقت الحاضر ليس في صالحها. قلنا عندي عجز، ويرجع ذلك الى زياده قيمه الواردات بشكل مستمر عن قيمه الصادرات بانواعها، وهو ما يمثل عجزا مستمرا. ولكن ايه بقى؟ قال لي ولكن ننتظر في المستقبل زياده حركه التجاره الخارجيه عن طريق هتعمل ايه يعني؟ قال لي بص يا سيدي، زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية. يعني انت مش دلوقتي كنت حزين وتقول الدول العربية في اخر حاجة انت عايز الاول؟ هنحاول نعمل كده، قول يا رب. يبقى اول حاجة زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية والافريقية. طيب ليه الافريقيه؟ ما هو انت دلوقتي احنا في مثل اللي بيقول لك ايه، انا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. دلوقتي انت تشوف الدول العربيه اللي هم اخواتك ما لقيتش عندهم، شوف ابن عمك افريقيا القاره اللي انت منها اللي مني، تمام. فانت تشوف ايه اول حاجه الدول العربيه، بعد كده تشوف ايه الافريقيه، حيث عقدت مصر العديد من الاتفاقيات مع الكثير من هذه الدول. بعد كده بيقول لي التوسع الصناعي في مصر.
تمام. يبقى انا هعمل ايه اللي هعمله؟ قلت هزود التبادل التجاري مع الدول العربيه الافريقيه. تاني حاجه هوسع التوسع الصناعي في مصر، يعني هعمل مصانع، هدرب العماله، الكلام ده كله، هظبط الدنيا يعني عندي في مصر. بعد كده هنا بيقول لي الشراكه المصريه العربيه وطرق تنميتها. تعتمد الشراكة المصرية العربية على اتفاقيات ثنائية وليس وفقا لقرارات استراتيجية تتخذها المنظمات العربية للتنسيق الكامل بين الدول العربية. يعني بيقول لي ان اي اتفاق بيكون احنا عارفين ما بيكون ما بين دولتين وهكذا. تاني حاجة بيقول لي درجة تحسن العلاقات السياسية بين الدول العربية وبعضها البعض. تمام. يبقى تعتمد الشراكة على درجة التحسن العلاقات السياسية بين الدول العربية، زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي. انا مثلا ورئيس البرازيل، لو انا العلاقة ما بيننا طيبة وجميلة وزي الفل، السياسة حلوة، يبقى في نشاط اقتصادي والدنيا جميلة وزي الفل. بعد كده بيقول لي يصعب تقنين الشراكة المصرية العربية وضع أهداف بعيدة المدى لها. ليه يا عم؟ انك تعمل شراكة ما بين مصر والدول العربية صعب، صعب قوي. طب ليه؟ قال لك ليه الكلام ده؟ قال لي بص يا باشا، اول حاجه بسبب التغيرات اللي يتعرض لها المنطقه. تاني حاجه استمرار الهيمنه الاقتصاديه الغربيه على معظم الدول العربيه خاصه البتروليه. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني والله عايز يقولك ان من مصلحة دول الغرب اللي هي دول اوروبا انها تعملك انت سوق ليها. يعني ايه؟ يعني عايزة تخليك انت على طول تفضل تشتري، انت ما تبيعش، لا انت تشتري المنتجات بتاعتنا احنا نعمل ونظبط تيشرتات، تليفونات، اي حاجة، وانت تشتري بس. لكن هي من مصلحتها انها ما يكونش فيه اتفاقيات ما بين مصر والدول العربية. عايزاك تفضل كده على طول، تفضل تستورد فقط لا غير. تمام. فعشان كده بيقول لي انك تعمل شراكة مصرية عربية دي بتبقى ايه؟ حاجة صعبة، مش في مصلحة دول الغرب، فبيحاولوا يبوظوا الحاجات دي. فهنا بيقول لي استمرار الهيمنة الاقتصادية الغربية على معظم الدول العربية خاصة البترولية. جميل جدا. طيب انا اعمل ايه بقى عشان انمي الشراكة المصرية العربية اللي هي مش عايزين نعملوها ديت، اللي دول الغرب مش عايزة يعني انها تتعمل؟ قال لي بص، اول حاجة بيقول لي تبذل مصر جهدا كبيرا في تحسين علاقتها بالدول العربية وعقد الاتفاقيات معها. طب بتعمل ايه؟ قال لي بص يا سيدي، اول حاجه بتشجع المستثمرين العرب في شتى المجالات الاقتصاديه. تاني حاجه زياده التبادل التجاري مع الدول العربيه. والله الكلام ده المفروض، والله يا جدعان حرام بجد الواحد يضيع يعني وقت في الكلام ده. ازاي التبادل التجاري؟ يعني تجاره، ده رايح وده جاي. تشجع المستثمرين، تقول له يلا برافو عليك. يعني ايه تشجع المستثمرين؟ برضه عايزه ايه اشرحها. تشجع المستثمرين يعني ما تبص، ما تحط لهمش اللي هو ايه، انت عشان تظبط حاجه مثلا، او مثلا انت عايز مثلا ايه، تفتح محل. فالمفروض زي ما اتكلمنا كده في السياسات الحكوميه، قلنا على المزارعين يعني وكده، قلنا المفروض ما تفرضش عليهم ضرائب، وتظبط لهم الدنيا، توفر لهم الاسمده اللي محتاجينها، توفر لهم الالات، اي حاجه هم محتاجينها، الترع، الكلام ده كله. ليه؟ عشان الفلاح ما يحصلوش عجز. تمام. اللي هو ما يسيبش الزراعه ويمشي. تمام. فهنا بيقول لي بتشجع المستثمرين في اي مجالات اقتصاديه. بتشجعهم ازاي؟ يعني ما بتخفف عليهم. تمام. ما بتزودش بقى تقول لك ضرايب وهكذا وتدفع كذا وتدفع كذا، لا بتظبط الدنيا. بعد كده تالت حاجه بيقول لي العماله المصريه بدورها في التنميه الاقتصاديه والعمرانيه في الكثير من الدول العربيه. طبعا احنا عندنا عماله مصريه في دول الخليج كلها. تمام. يعني تقريبا اكتر من الخلايجه اللي اتولدوا فيها تقريبا بيكونوا مصريين. فعرفنا ان مصر بتشجع مستثمرين، بتزود التبادل التجاري تمام مع الدول العربيه. وعرفنا كمان ان العماله المصريه بكذا كذا 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 بتنمي وبتظبط الدنيا يعني والكلام ده. بعد كده عندي الشراكه المصريه الافريقيه وطرق تنميتها. بقى احنا كده خدنا العربيه، تعال نشوف الافريقيه. ركز معايا بقى في اخر حاجه، وهي الشراكه المصريه الافريقيه وطرق تنميتها. طبعا الشراكه ما بين دول افريقيا دي من اهم الحاجات. ليه؟ هقول لك ليه. دلوقتي دول افريقيا انت عارف انها مصدر للمواد الخام، وعارف كمان ان دول افريقيا ان مصر طبعا من الدول المتقدمة. يعني يعتبر مصر هي اول دولة متقدمة عندك في افريقيا، نقول نعتبر. تمام. مش في العالم، خلي بالك بالنسبة لدول افريقيا. تمام. فانت اولى انك تاخد المواد الخام دي بدل ما يبيعوها للغريب. لا انت اولى، ابن قارتك، فهو احنا اولى بالحاجات دي. فبيقول لي تبذل مصر جهود واضحة في تدعيم علاقتها التجارية، بتقوي يعني العلاقات التجارية مع دول افريقيا.
بتبحث عن طرق جديدة عشان تتعاون مع الدول ديت من خلال الشراكة في تكتلات اقتصادية. يعني ايه تكتلات اقتصادية؟ يعني مجموعات اقتصادية. يعني ايه؟ يعني مثلا هنعمل دلوقتي مثلا مجموعة سوا، تمام؟ المجموعة ديت انا بعرف اشرح جغرافيا، انت بتعرف تشرح كيمياء، وده فيزياء، وده معرفش مين وده مين، كل واحد فيكم بيشرح مادة، تمام؟ فكل واحد فينا شاطر في مادته، فانا اشرح لك وانت تشرح لي وانا اشرح لك. يعني مثلا طلاب اولى ثانوي مثال مثلا عليكم، فكل واحد يشرح للتاني، فانتوا كده ايه اللي عملتوا؟ ايه دلوقتي؟ انت شكلتوا مجموعة. المجموعة دي ايه اللي حصل فيها؟ انتوا قوتوا بعض، حصل تقوية، كل واحد ادى التاني المعلومات اللي عنده، كل واحد فاد التاني. فده نفس النظام في كلمة تكتلات اقتصادية دي، ان مصر ودول افريقيا بتشارك تحت مجموعة اقتصادية كده هوت عندي اسمها الكوميسا، تمام؟ الكوميسا دي مجموعة او نظام، منظمة، تمام؟ بيشترك فيها بعض الدول الافريقية. عندك 19 دولة من أول ليبيا مش عندك، المهم يعني أنا بقول لك يعني إيه المعلومات دي، من أول ليبيا لغاية زيمبابوي. 19 دولة. طب إيه لازمتها المنظمة ديت بتاع الكوميسا دي؟ قال لك بص، الناس اللي داخلة في المنظمة دي أول حاجة تقدر تاخد قرض من البنك الافريقي، تمام؟ تقدر تاخد قروض براحتها، يبقى مفيش جمارك. الجمارك ما بين المنظمه دي، يعني اللي في المنظمه، انت دلوقتي دخلت المنظمه دي المميزات بتاعتها بقى. الجمارك اللي يعني انت تخش السوق بتاعهم تخش اي دوله من ال 19 دوله دول، تحط منتجاتك، ما فيش جمارك، الكلام ده مش موجود. يبقى كمان ليك تسهيلات من المنظمات والمؤسسات الافريقيه تسهل لك دنيتك والدنيا تبقى جميله. فمصر دخلت في التكتلات الاقتصاديه ديت مع دول افريقيا، مثال على ذلك الكوميسا. وقال لك هنا تحت اهي، هي تجمع اقليمي اقتصادي اتفقت اهي تحت اهو، اتفقت دولة على تحقيق التكامل الاقليمي من خلال خطط وبرامج ومشاريع تهدف لايه؟ لفائدة جميع الشعوب الاقليم. يعني من المنظمة ديت، انت دخلت في منظمة الكوميسا تكتلات اقتصادية مع دول افريقيا. اللي حصل عندك والله انتوا بتزودوا بعض. يعني ايه؟ يعني انا هبيع عندك المنتج، مصر تبعت لهم الخبره اللي عندها، العماله الماهره، تمام؟ ده يستفيد من ده وده يستفيد من ده، تعزز النشاط الاقتصادي عندك بدل ما هو واقع، تمام؟ بدل ما انت الغرب هم اللي مسيطرين، يعني اللي هي الهيمنه وكده اهوت، لا، انت تبقى مسيطر والدنيا عندك تبقى جميله والنشاط الاقتصادي ايه؟ يزدهر عندك وعند دول افريقيا كلها. فبيقول لي عملت ايه؟ بيقول لي فاتحه افواج جديده للتعاون التجاري والاصطناعي، اقامه مشروعات استثماريه، تمام؟ تطوير العلاقات التجاريه مع مختلف دول القاره وفتح اسواق جديده امام المنتجات المصريه، مما يسهم في دفع عجله التنميه المستدامه. اخر حاجه انضمام مصر الى اتفاقيه الكوميسا مع دول شرق وجنوب ايه؟ شرق وجنوب افريقيا، تمام؟ بس كده كده الدرس الحمد لله نبقى انهيناه. آه بس كده الدنيا جميلة وزي الفل الحمد لله، لمينا الدرس كله الحمد لله، مفيش حاجة كده، تمام؟ انتظر بقى الدرس الأخير، مش هنتأخر بإذن الله، بعد كام يوم كده هتلاقيه نزل برضو. بس كده مش عايزين نطول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.